بسم الله الرحمن الرحيم. أسامة بن عمارة، الأم ديال أسامة إبراهيم، الزوجة ديال مصطفى بن عمارة، معتقل في 21 شهر 10 2002، محكوم ب 20 عام ديال الحبس. دوزوه لعين قادوس، بعدها رحلوه للقنيطرة اللي دوز فيها عامين ونص. يعني تعذب وتكرفس بزاف ومرض بجميع الأمراض، يعني جاتو الضيقة، جاتو الحساسية، جاو كيطيح بالكريز. من بعدها يعني دخلوا في واحد الاضراب يعني ديال 40 يوم، هزوهم رحلوهم لهنايا لبوركايز. دوز 8 سنوات هنا هو في بوركايز. يعني دوز اصلا هنا مكرفسين بزاف، كيتكرفس عليهم رئيس المعقل، كيتكرفس عليهم المدير، دائما الشتم، دائما كيلقبهم بالقاب ما مزياناش. جا هذا الترحيل التعسفي اللي جانايا على انا اصلا متاكده بان رئيس المعقل والمدير هما اللي باغيين، هما اللي رحلوه، هما السبب الرئيسي باش ترحل الزوج ديالي من هنا. يعني عانى بزاف ديال المعاناه. اللحظه اللي بغاو يرحلوه الزوج ديالي كان طايح كريز، يعني دخلت التفتيشيه فتشوا لهم البيوت ديالهم، خداو لهم اللي بغاو، ما خلاوهمش حوايجهم تكرفسوا عليهم، لحوا لهم حوايجهم لبرا، مينطوهم، داروهم البانداك حلا على عينيهم. الزوج ديالي مسكين طايح بكريز وهما هزوه هكا كرفعوه مين وداو لحوه في الكار. فجاه انا جالسه زياره هنايا، جيت لعندو ما عارفاش انا شنو كاين. يوم الخميس 10 شهر 10 2013 واقفه في باب السجن بوركايز. واحد اللحظه وانا كنتفاجئ بالباب تحلات والكار خارج، كنتابع الكار كنلقى الزوج ديالي وبعض الاخوه اللي خارجين، اللي هما بهم 4 ديال الاخوه وحدين اخرين، كل واحد في تم الترحيل ديالو. ملي كنقول له انا اصلا اصبت بالشلل قدام الباب، ما قدرتش نتحرك، تصدمت، كنشوف الزوج ديالي مرحلينه، كنغوت تحت هنا، كنقول له فين داين، حتى واحد ما رحمني، كيقول لي الزوج ديالي غير رجعي في حالك. انا ما عرفتش انا دايني، ما عرفتش فين دايني انا والاخوه. يعني بقيت كنغوت تحت هنا، صافي الكار مشى، انا رجعت لعندهم كندق عليهم، قلت لهم علاش ملي كنت واقفه ما قلتوليش غيترحل، علاش ما قلتوليش حتى المكان ديالو فين غيترحل. قالوا لي حنا ما عندنا ما نديروا لك، حنا ما عندنا ما نقولوا لك سيري في حالاتك دابا، ما عندك صافي هذا السجن حتى الوقت ديالك معانا هنايا، ما تبقايش تجي لهذا السجن. قلت لهم شنو هذا؟ قال لك الحوايج ديالو، دابا نلحوا لك الحوايج ديالو، داكشي اللي بقى. مشيت في حالاتي، بقيت كنقلب 3 ايام وانا مكرفسه، كنقلب على شي واحد يعطيني غير شي معلومه على الزوج ديالي فين رحلوه لي، ما عرفتش فين داوه لي. الام ديالو والاب ديالو تصابوا صافي، ولاو ما كيقدوش يتحركوا من بلايص ديالهم، مرضوا واحد المرض وكيعاني واحد المعاناه. واشي جا قبل يعني العيد باسبوع، ما حسوش يعني حرقونا في الكبادي ديالنا، شوطوا لنا القلوب ديالنا، خلاو الولد. انا عندي مريض اصلا، مرض لي من نهار شاف الاب ديالو من هنا كيقول لي يا امي ابي الدولي، ابي يا امي الدولي، ابي فين هو ابي يا امي. دائما كيعاني، ما بقاش كياكل، ما بقاش كينعس، ما بقيناش اصلا كنرتاحوا، الحياه ديالنا تقلبات. من بعد داك 3 ايام وانا كنقلب على الزوج ديالي، كنمشي كنلقاه في مراكش. ملي مشيت لمراكش قالوا لي ماشي في السجن ديال مراكش، اللي مراكش في المدينه، غتخرجي على مراكش بواحد السجن سميتو الودايه. يعني بقيت كنقلب عليه، مشيت لعندهم حتى لتما، ديت الوراق، ديت الوثائق كامله يعني باش يدخلوني، ما خلاونيش ندخل. ملي بقيت كنترجاهم قالوا لي ابدا ما تدخليش حتى تجيبي الوثيقه الاصليه ديال عقد الزواج، اللي انا دايه فوتوكوبي ودايه الحاله المدنيه ودايه تصاور ودايه ورقه ديال الزياره، ومشى 600 كيلومتر باش نزور الزوج ديالي وما خلاونيش ندخل لعندو. كيقولوا لي رجعي في حالاتك. علاش هاد الناس هادو ما كيخافوش الله؟ ما كيخافوش الله اللي راه الدنيا ديك المسافه كامله باش يقولوا لي خصنا الورقه الاصليه باش تزوري الزوج ديالك. وبقيت واقفه انا والابن ديالي مريض في يدي وكيبكي والولد ديالي كيعاني بزاف. دابا تصدم لي النفسانيه ديالو، ما بقاتش هي هذيك، ولا كيفكر غير في الاب ديالو. الطفل ديالي عنده دابا عامين ونص، والابن ديالي صافي ولا كيعاني بحال النفسانيه ديالو متدهوره بزاف. وليت انا مصدومه، كنشوف ما يدير الاب ديالو ما يدير الابن ديالي، كنشوف حالته متدهوره. يعني من دخلت انا اصلا ما خلاونيش، رجعت في حالاتي، بقيت كنقلب على شي وسيله باش توصلني داك الورقه. بقيت كنبكي وكندق في البيبان، ما لقيت حتى شي واحد كيسد، كلشي كيسد البيبان في وجهي. جي يومين عاود نهار واحد اخر عاود مشيت كنتصل باش قلبت على ديك الورقه الاصليه وجبتها. ملي جبتها ودخلت 8 شي 4 السوايع وانا واقفه شاده الصف مع عباد الله مع الحق العام. من دخلت زدت لداخل شويه عاوتاني كذلك، ملي كيجيو يقلبوك تقلب ما مزيانش بصفه نهائيه، كيعاملونا بواحد المعامله خايبه، كيستفزونا ويلعبونا على الاعصاب ديالنا، كيلوحوا لك حوايج كيهزهم ولا ما تهزهمش، واحد كيجرك من هنا واحد كيجرك من هنا. الطفل عندي صغير كيتلف ليا ما بين الرجلين، كنقلب على ولدي كنمشي كنلقى حوايجي تزلعوا لي. الشكوى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. من دخلت زرته وبقيت جالسه كنتسنى الناس زهروا سالاو خارجين بحالاتهم وانا جالسه كنتسنى الزوج ديالي. ملي كنقول لهم واش ما يجيش كيقولوا لي لا هو غادي يجي غير جالس يتسنى، الناس سالات الزياره وخارجه. مني جا مسكين
عندي قلت له فين داو، قال لي داوني للاداره، ما عرفتش واش بالعينين كيديروا هذا الشيء ولا شنو، داو للاداره ما عرفتش علاش السنيه. جا لعندي جلس معايا ما كاملاش قسمين، قالوا له صافي 3 زياره يلاه نوض خرج، ماشيين مع الحق العام، كلشي كيكمي كلشي كيدخن مرون. هو بعدا في الزنزانه اللي هو فيها هو مريض بالضيقه، كيستعمل جوج انواع ديال الرابوز، الازرق والاحمر، يعني مشكل عنده، كيطيح بالكريز، عنده صداع في الراس ديالو، محشي مع 14 واحد في بيت في زنزانه صغيره محدوده. ملي سولتو قال لي حنا كنعانيو، ما عرفتوش دابا واش كيداوى، واش كياكل مزيان، واش كينعس، ولا ما عرفتش اصلا المعاناه ديالو. ان المسافه طويله باش انا غادي نوصل لمراكش، ما عنديش الامكانيات. انا مشيت نبحث عليه كيفاش من سجن وكيفاش دايره الوضعيه ديالو، ما نقدرش دابا نرجع مره اخرى، ما عندوش اللي غادي يمشي اصلا، والديه كبارين، المسافه طويله، راه 13 100 كيلومتر باش تمشي وباش ترجع، راه بزاف. وحتى الفلوس الماديه ما عندناش باش نمشيو باش نديو، حنا هنا ويلا الانسان كيدابز مع الوقت، كنقولوا ماشي مشكل. اما دابا ملي مشى لهاديك تما كيفاش غادي نديرو حنا باش نمشيو حتى لديك البلاصه هذيك؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. منين رجعت من مراكش جيت لهنايا طلعت للرباط، حنا ما عيطناش، ما دوزناش عيد، دوزناه اصلا بكنازه بالبكا بالشكاوي، والديه مرادين طايحين، وانا الولد عندي مريض، وانا كنت ساره ما خليت حتى شي بلاصه. طلعت للرباط، مشيت لعند وزاره العدل، قال لك سير جيب شكايه، ما كاينش اللي كيستقبلك. حطينا شكايات ومشينا بحالنا، ما كاينش اللي كيستمع لك اصلا باش تقول شي حاجه، ما كاينش اللي يستمع لك. مشينا للمندوبيه كذلك، كيردونا من الباب، كيقولنا سيروا بحالكم، ما عندناش ما نديروا لكم، صافي جاهم ترحيل عادي، سيروا بحالاتكم. مشيت انا والاخت، كنقول لهم بغيت نعرف هاد الترحيل شنو عندهم في الملف ديالهم، شنو داروا، شنو هاد الناس كيديروا لكم اصلا في السجن. قال لك لا، جا ترحيل عادي، يعني غيترحل اليوم ولا غدا ولا الترحيل عادي، وديوهم فين ما بغاو يديوهم. مشينا في حالاتنا عاوتاني دخلنا للداخليه، ما بغاوش يستقبلوني اصلا في الداخليه، غير شافوني هكا قال لك هتزيم، حنا ما تندخلوش بصفه نهائيه للاداره، تبقاي برا سيري في حالاتك، رجعي لبرا ليه ووقفي، ما يمكنناش ندخلوك. مشي بقينا كندوروا، ما خلينا حتى شي جمعيه، ما خلينا حتى شي وزاره، ما خلينا حتى شي واحد، ما كاينش اللي كيستمع لينا بصفه نهائيه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكنطلب من المسؤولين والجهات المعنيه الله يجازيهم بخير، يعني لو كان ممكن يعني يفرجوا على هاد الناس هادو، راه بركه، راه 12 عام ديال الظلم. ولا كان امكن عاود يعني اللي ما استطاعوا كيما يقدروا يديروا شي محاوله يقربوا لينا الفاس، لان ما كاينش اللي غيمشي عنده لمراكش بصفه نهائيه، ما عندوش لا الام ديالو الاب ديالو كبارين، يعني عاجزين ما يقدروش يمشيو. انا هي الزوجه ديالو عندي الطفل، يعني ما يمكنليش نتنقل من بلاصه لبعيده لبلاصه بعيده، ما نقدرش. يعني لا امكن الله يجازيهم بخير يحولوا لي